بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. طبعا ناس كتير عرفت اعتقد يعني ان تم مد الفتره بتاعه التقديم ليوم 14/9، وانا لسه من يومين كنت عامل فيديو كنت بطالب دوت، بس الحمد لله طبعا ان ده تم عشان المشاكل اللي موجوده على الموقع والناس اللي مش عارفه تقدم لغايه دلوقتي بسبب بعض التهنيجات اللي موجوده على الموقع والمشاكل اللي موجوده والرسائل الغريبه اللي بتطلع للناس. ففي اسبوعين الحمد لله هو نبدا بقى نهدى، وفي اخر الفيديو كده هقول لكم على تريكايه تعملوها وانتوا بتتعاملوا مع الموقع عشان تتعاملوا معاه ازاي، عشان الناس بتتعامل معاه غلط خالص. وفهمت طبعا من الرسائل اللي بتجيلي، فانا اقول لكم تتعاملوا مع الموقع ازاي عشان تعرف تكمل. لو انت اللي بترفع لنفسك، يعني اي حد بيرفع لنفسه هقول لك تعمل ايه في بعض الحالات، مش في كل الحالات تعمل معاها ايه. تمام؟ وهتمشي معاك ان شاء الله، يعني ما تقلقش. هنقول بقى على البيان اللي طلع النهارده عشان فيه معلومات مهمه جدا. انا كده حصرتها كده في كام نقطه، اللي خدت يعني لخصت البيان وقلت اقطعه لكم عشان برضو تبقوا عارفين ايه اللي اتقال من الاستاذه مي، او البيان اللي طلع من وزاره الاسكان. اول حاجه طبعا تم مد الفتره ل 14/9 اللي جاي باذن الله، دي اول حاجه. تاني حاجه، ما فيش حاجه اسمها ايصال هيترفع، ده طلع ده كلام رسمي بقى. طبعا الناس كتير كانت طالعه تقول مش هيترفع، انا ما قلتش، او يمكن كنت بقول، بس كنت بقول يا جماعه انا متوقع ان هو مش هيترفع عشان الموقع ما كانش مبين اي حاجه. بس طالما طلع رسمي يبقى نقول بقى كده طلع رسمي خلاص، اللي هو ايه، الايصال بتاع جديد الحجز مش هيترفع. مش هيترفع. امال ايه اللي هيتم فيه؟ هيفضل مع سيادتك ان شاء الله لما يتخصص لك وحده باذن الله، يا اما هتدي للمستعلم يا اما البنك هياخده منك لما يتخصص لك وحده. هيفضل الايصال معاك وهتسلمه للمستعلم او للبنك لما ربنا يكرمك ويبقى فيه ايه تعاقد ان شاء الله. ده اللي اتقال من وزاره الاسكان. تمام. كام واحد بقى قدم على الكراسه لغايه دلوقتي؟ اللي دخلوا سجلوا على الموقع ودفعوا رسوم التسجيل بس، لكن لسه ما كملوش. اجمالي العدد كله 207,000. 207,000. كام واحد دفع الرسوم وسجل؟ 144,000. 144,000. تمام. كام واحد دفع جديه الحجز؟ 109,000. 109. طبعا العدد دوت بالنسبه للعدد اللي فات كان قليل يعتبر، واضح ان ناس كتير ما قدمتش. يعني اللي دفعوا جديه الحجز 109، اللي قدموا او رفعوا ورقهم على الموقع 144,000. تمام. اكتر المدن اقبالا وده المتوقع حدائق العاصمه رقم 1، حدائق اكتوبر رقم 2، اكتوبر الجديده رقم 3. دول اكتر 3 مدن عليهم اقبال في العدد، يعني اكتر 3 مدن الناس قدمت عليها. حدائق العاصمه اللي هي تقريبا 6000 وحده، حدائق اكتوبر حوالي 3000 ونص وحده، اكتوبر الجديده تقريبا 14,000 او 13 ونص على ما اعتقد، على ما افتكر الرقم يعني. تمام. فدي البيان اللي نزل من الاسكان، ودي حاجات مهمه انا عارف ان هي هتفرق مع ناس كتير. تمام. في حاجه تانية برضو، في لو انت بترفع ورقك لاخر يوم، يعني يوم 14/9، لو رفعت ورقك يوم 14/9 معاك يوم او 2 تدفع الايصال عادي. يعني لو انت كسرت، يعني انت هترفع ورقك يوم 14/9، اتزنقت لسبب ما ورفعت ورقك في اخر يوم اللي هو 14/9 الجديد، الميعاد الجديد، فانت معاك مهله تدفع عادي طالما رفعت ورقك في المده المحدده. واعتقد طبعا يا جماعه كده المده مش هتمد تاني، يعني انت معاك لحد 14/9 ده اخر ميعاد، واعتقد ان هو مش هيتمد تاني. دي وجهه نظري يعني. تمام. ده كده ملخص للبيان اللي اتقال بتاع وزاره الاسكان بخصوص مد المده والارقام اللي تم حصرها والمناطق اللي هي اكتر مناطق عليها اقبال. التركايه بقى والحته اللي اقول لكم عليها للناس اللي بترفع لنفسها والناس اللي هي بتعتمد على نفسها في رفع الموقع، لو جالك رساله ان انت عندك طلب سابق وانت ما عندكش طلب سابق، او لو حتى عندك طلب سابق، تعمل ايه مع الموقع؟ تسيبه لا يقل عن 24 ساعه، ما تجيش جنبه. الفترة الزمنية اللي تسيب فيها الموقع ما تجيش جنبه او تخش تبص على الطلب بتاعك لا تقل عن 24 ساعة. يعني فوق ال 24 ساعة اوكي، سيبه يوم او اكتر وخش بص عليه، شوف الطلب اخباره ايه، سواء طلب او اكتر من طلب. ولما تيجي تخش على اكتر من طلب، خش على اول طلب انت عامله. لو قال لك الفتره الزمنيه انتهت او فتره الصلاحيه بتاعته انتهت، خش على اللي بعديه على طول في الوقت. انت معانا، انت عندك على الجهاز مترتب بالتواريخ او بالمواعيد او بالتوقيتات، خش في الاقدم فاللي بعديه فاللي بعديه بالترتيب كده. ده الناس اللي عندها مشاكل في ايه؟ في اكتر من طلب، او ان هو بيقول لك انت عندك طلب سابق والموقع مش مسمع معاك، فسيبه يوم او 2 وخش بص عليه، لكن مش في نفس اليوم تخش اكتر من مره، انت مش هتعمل حاجه. انت كده ايه؟ بتزود الموضوع ايه؟ مشكله اكتر مش بتحلها. سيب الموقع خالص لمده يوم على الاقل وخش جرب. ده الناس اللي بترفع لنفسها.
الناس اللي بيقول لك قاعده البيانات مش مسمعه او مش قاريها، نفس القصه برضو، سيب الموقع يوم او اتنين، بقى عندك مده اهو، ما تستعجلش عشان تهنيجه الموقع تهدى. تهنيجه الموقع تهدى، هتخش على الموقع بعديها هيشتغل معاك. اما بقى الناس اللي عندها موضوع الاسترداد مش مسمع، او الناس اللي عندها قوائم، دي حلك مع الدعم، بلاش حل تاني. تكلم الدعم المنصه اللي هو 15 3 ساعات، وهي في البيان اللي طلع هي مأكده ان هي الفتره الجايه هيبقى في يعني الموضوع هيبقى احسن شويه في تلقي المشاكل من الناس على مدار ال 24 ساعه. ونصيحه مني، اللي عايز يكلم الدعم يكلمه بالليل قوي، ما حدش يكلم الدعم بالنهار، من بعد الساعه 12 بالليل، من 1 2 3 لحد الفجر. الفتره دي الدعم ممكن يرد عليك، لكن فتره النهار هيبقى صعب جدا. دي بعض المعلومات والبيان بتاع صندوق التمويل العقاري ووزاره الاسكان عن اخر تطورات موضوع تقديم شقق منخفض الدخل. تحياتي ليكم، وانتظر فيديوهات جايه تاني ان شاء الله الفتره اللي جايه، عشان برضو نساعد الناس مع الاخبار الجديده اللي نازله بخصوص التقديمات الشقق اللي نازله، سواء اللي عاملها بالخارج زي ما قلت لكم، او اللي هتبقى تنزل في اخر 8 او اول 9 في شقق نازله في العماله بالخارج. وبعد كده هنخش على موضوع سكن اللي هو القانون القديم، وموضوع بنك الاسكان والتعمير والشقق النازله. الفتره الجايه في شقق كتير نازله، ان شاء الله خير باذن الله، وربنا يوفق الجميع في اللي فات وفي اللي جاي. وبرده ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات فيها معلومات قانونيه تخص شقق الاسكان، عشان تبقى عارف انت بتتعامل مع ايه ووضعك القانوني ايه. يا رب يكون الفيديو يكون عجبكم، شير عشان غيرك يستفيد. تحياتي ليكم، اشوفكم على خير.